اهلا بيكم في طريقة الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الجدي، هتبقى طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. برج الجدي، انا شايف ان في حاجات كتير او مسؤوليات كتير زي ما يكون تعباكم او مشايلاكم الهم، بس في نفس الوقت زي ما يكون ربنا بينعم عليكم بالهدوء او ربنا بيديكم القوة اللي بيها ممكن تتحملوا اي وضع بتمروا بيه. كتير منكم ممكن يكون اهلكم راضيين عنكم او بيدعولكم او بيتمنوا لكم اللي انتوا بتتمنوه يتحقق، وبالفعل اللي انتوا بتتمنوه هيتحقق. في حاجات كتير انتوا ممكن تكونوا على مر التجارب او على مر السنين انتوا زي ما يكون اكتسبتوا خبرة او حكمة بتساعدكم ان انتوا تحافظوا على الحاجات اللي انتوا اكتسبتوها او اللي انتوا يعني بنيتوها عشان ما تخسروهاش. بس في بعض الأوقات من كتر التفكير أو من كتر التعب أو الإرهاق اللي بتمروا بيه زي ما يكون بتفقدوا القدرة على اتخاذ قرار أو على فهم حاجة معينة أو الاختيار بين حاجة معينة. انتوا محتاجين ان انتوا تخصصوا لنفسكوا وقت، ان انتوا في الوقت ده تهتموا بنفسكم، تخرجوا تجددوا طاقتكم، تعملوا حاجة انتوا بتحبوها، تستفيدوا من الوقت ده لشخصكم. لان انتوا يعني زي ما يكون اي حاجة او اي تعب جواكم تتخلصوا منه، سواء عن طريق الطاقة اللي ربنا مديها لكم او سواء عن طريق هواية بتعملوها. انا شايف ان تعبكم او صبركم او احتمالكم ودعائكم مش هيروح هدر. انا شايف ان اللي انتوا بتتمنوه هيتحقق وانتوا عارفين بده. انتوا تعبتوا كتير وممكن تكونوا اتخذلتوا كتير، بس زي ما يكون ربنا شايل لكم عوض اكبر بكتير من اللي انتوا ممكن تكونوا متخيلينه او حتى طلبتوه او حتى مريتوا بيه. فمتزعلوش لو في حاجة في ايديكم ممكن تكون بقت مش موجودة معاكم، لان ربنا لما بيكون مش رايد بحاجة بيكون هو شايف الافضل ليكوا او بيكون بيرزقكم بحاجة اكبر واجمل من اللي انتوا كنتوا بتتمنوها. بس انتوا بتفكروا او باصين للاتجاه الغلط. انتوا محتاجين ان انتوا تاخدوا رؤيتكم للحاجة الإيجابية للحاجة الحلوة، بلاش تفكير في أمور سلبية. يعني في بعض الأمور في حياتكم محتاجين ان انتوا تسيبوها لربنا. أي حاجة ممكن تكون مريتوا بيها تعبتكم أو أثرت عليكم بطريقة سلبية، ارموها ورا ظهركم. بصوا لبكرة، بصوا لقدام، متبصوش تحت رجليكم. سيبوا الوقت يمر ومع الوقت هتعرفوا حكمة ربنا في الأمور اللي ممكن تكون مريتوا بيها. في حاجة هتحصل هتخليكم زي ما يكون هتكونوا مالكين الدنيا وما فيها. في حاجة ممكن تكون هترجع لكم روحكم اللي انتوا حسيتوا يمكن انها اتسلبت منكم او ما بقيتوش حاسين ان انتوا عايشين كما يجب ان يكون، او انتوا مجرد ايام بتمر عليكم وخلاص. الدنيا هتديكم وشها وهتخليكم تبتسموا وترجع الفرصة يمكن اللي اتسرقت منكم او الابتسامة اللي ما بقيتوش لاقيينها. هتكونوا كتير مبسوطين، هتحسوا ان انتوا فرحانين وهترجع التوازن في حياتكم من تاني. وزي ما قلتلكم هتعرفوا الحكمة او الخير اللي كان ربنا كاتبه لكم في كل امر انتوا مريتوا بيه، انتوا ممكن تكونوا مريتوا بيه. جددوا طاقتكم، حاولوا ان انتوا تتخلصوا من اي تعب، من اي غضب، او لو في اي طاقة يعني لو في اي طاقة عدم مسامحة لشخص او غفران لحد ممكن يكون ضايقكم او اذاكم او اللي هو اذاكم او خلافه. حاولوا ان انتوا تتخلصوا من الطاقة دي، لان انتوا كده بتأذوا نفسكم مش بتأذوا الشخص ده. حاولوا ان انتوا تهتموا بنفسكم وتهتموا بطاقتكم وتهتموا باللي انتوا يعني شايلينه في قلوبكم وفي مشاعركم. انا شايف ان في تواصل او في اعتراف او في مفاجأة انتوا بتتمنوها او بتطلبوها من ربنا هتكون قريب جدا ليكم. إن كان بينكم وبين حد، سواء كان بقى كراش أو متزوجين أو علاقة حب، كان في بينكم بعد أو انفصال أو برود أو فجوة في العلاقة، أنا شايف إن كل ده هينتهي وهيكون في تواصل وهيكون في تبادل الحب وهيكون في انسجام كبير جدا بينكم. أنا إن كان في منكم مستني كراش إن هو يعترف بمشاعره،
ممكن يكون هو ده الوقت اللي الشخص ده هيعترف فيه. إن كان في بينكم علاقة حب، أنا شايف إن انتوا ممكن تكونوا منتظرين ارتباط أو خطوبة. الشخص ده ممكن يكون هيبادر، لكن أنا شايف إن في تواصل، وزي ما يكون الشخص ده مش قادر أو انتوا مش قادرين تكتموا جواكم أكتر من كده، محتاجين إن انتوا تعبروا، زي ما يكون خلاص انتوا مش قادرين تكتموا جواكم أكتر من كده. أنا شايف إن في أمنية هنا بتتحقق، في جود كارما موجودة في حياتكم، في عوض من ربنا معاكم. كارت العدالة نزل لكم، اللي كل اللي منكم اتصرف بنية صادقة، بدون لوع، بدون غش، اتعاملتوا ببراءة. أنا شايف إن كل ده ربنا هيعوضكم وهيكافئكم على النية الطيبة اللي انتوا قدمتوها، على احتمالكم، على تعبكم. عندكم عدالة، هتحصدوا كل خير انتوا زرعتوه، كل حاجة حلوة انتوا عملتوها زي ما يكون هتتضاعف ليكم في حياتكم أكتر من اللي انتوا ممكن تتوقعوه. هتعيشوا الاستقرار أو الحلم اللي انتوا بتتمنوه. هيكون في كتير حب ما بينكم وما بين الشخص اللي انتوا بتحبوه، أو اللي انتوا بتتمنوه. ربنا يرزقكم بالأسرة، واللي في منكم هيكون متزوجين وبتحلموا بالإنجاب. أنا شايف إن ربنا هنا هيرزقكم بإذن الله، لأن أنا شايف هنا أطفال.